عليكم. مراجعة لتانية ثانوي الترم الأول كيمياء كلها. الترم الأول بيتكون من فصلين، من بابين. الباب الأول بيتكلم عن الذرة ومفهومنا عنها وكل الحاجات تتعلق بالذرة لحد اللي احنا عارفينه لوقتنا الحالي تقريبا. الباب التاني بعد ما اتكلم عن الذرة هيجي في الباب التاني اتكلم بقى عن العناصر كلها بقى، والجدول الدوري اللي بيضم العناصر وخواص بتاعته وخواصه المشتركة وأنواع العناصر فيه. تمام. فهنتكلم النهارده على البابين، الباب الاولاني مفهوم الذره وتركيبها، والباب الثاني جدول الضرب الجدول الدوري. هنيجي في الباب الاول. هتلاقي الاول عندك بيعرفك قصه كده، بيحكي لك القصه من البدايه. يعني من البدايه خالص احنا كنا نعرف إيه عن الكون او كنا نعرف إيه عن الذره. هم كانوا في البدايه مش عايزين يعرفوا الذره، هم عايزين يعرفوا الكون بيتكون من ايه. فاول واحد جه يتكلم عن الموضوع ده هو مش الاول يعني، بس في الكتاب عندك هو الاول، ديمقراطس. ديمقراطس كان بيتكلم من وجهة فلسفية خالص، اللي هو ايه؟ ان انا لو مسكت اي قطعة من المادة وقطعتها بالنص وخدت النص بتاعها قسمته بالنص والنص بتاعها قسمته بالنص وهكذا وهكذا وهكذا، هوصل لجزء انا مش عارف اقطعه، مش عارف اقسمه اكتر من كده، فسماه اتوم. يبقى مفهوم فلسفي خالص، اللي هو حاجة مش هقدر اقطعها، يعني لا تقطع. لا تقطع. فالموضوع كان حتى الآن نظرة فلسفية، آراء. فمن ضمن الآراء لازم ما ننساش بقى، يعني مين أبو الآراء في الحاجات كلها؟ أرسطو. كان معترض على كلام ديمقراطس والمدرسة بتاعت ديمقراطس كلها. قال لهم لا، هي الكون أو المواد ما بتتكونش من حاجات صغيرة خالص ما بتتجزأش. لا، ده الكون كله بيتكون من أربع عناصر. هما إيه؟ ماء وهواء ونار وتراب. قالوا له جميل. يعني قال مثلا الحديد بيتكون من 10% ميه، 30% هواء، 50 نار، وهكذا، و10 تراب. مقسم لك ال 100%، كل 10 مثلا من هنا، 20 من هنا، 50 من هنا، 40 من هنا، نسب مختلفه من الماء والهواء والنار والتراب. بس في المجمل في فكرته ان كل حاجه في الكون بتتكون من الاربع مكونات دول. مع انه لو كان فكر شويه، طب الاربع مكونات دول بيتكونوا من ايه؟ ما هو اصلا الميه دي ماده، والهواء ماده، والنار ماده، والتراب ماده، او النار ديت وجه من وجه الطاقه يعني. فانت دول بتكونه من ايه؟ ما تطولش في الموضوع الصراحه، وكلام كان كله خيال علمي. بس فكره ان كلام ارسطو كان مصدق، فهم خدوا كلام ارسطو لان هو خش له من حته تانيه بقى. قال لهم ايه؟ قال لهم بالطريقه دي انا لو عرفت المعدن النفيس زي الذهب النسب بتاعته كام، مثلا لو بيتكون من 10 هواء ميه، و30 هواء، و40 نار، و20 تراب، كده انا عرفت المكونات اللي انا عايز اوصل لها. لو انا قدرت اغير في النسب بتاعه المواد التانية زي الحديد والبلاستيك والحاجات المواد كلها دي والمعادن التانية، لو قدرت ان انا اغير في النسب بتاعتها بحيث انها تبقى زي نسب الذهب، هقدر احول المعادن الرخيصة لمعادن غنية زي الذهب. وهنا الناس كلها كان نفسها في الذهب، كانت عصور متبهدلة خالص، فنفسهم يبقى اغنياء يبقى عندهم ذهب. فكله مسك الفكرة دي فضل مثبت عليها، لدرجة إن هم فضلوا حوالي 2000 سنة بيحاولوا يطبقوا كلام ارسطو. الكيمياء وقفت، يعني احنا وقفنا على كده في الكيمياء، ما عدا يعني العلماء المسلمين، الكيمياء الأوروبية وقفت على كده لحد ما جه مين؟ بويل. بويل جه، ده قلب الدنيا. هو طلع كتاب واحد بيتكلم فيه عن العنصر، وفكر جديد خالص عن كلام ارسطو. قال لا، انا معترض على كلام ارسطو ومع كلام ديمقراطس. فعلا الكون او المواد بتتكون من حاجات صغيره جدا، بس الحاجات الصغيره دي اسمها عنصر. فبويل هو اول واحد اتكلم عن الاليمنت اللي هو العنصر، والعنصر هو اصغر حاجه ممكن اوصلها بالطرق الكيميائيه المعروفه. يعني لو انا هبدا ابسط في المواد، ابسط بالمواد بالطرق الكيميائيه، هوصل لماده انا مش عارف ابسطها اكتر من كده، سماها عنصر. ومن هنا كلام ارسطو انتهى، واللي جاي بعد كده انسى ارسطو خالص، لان اللي جاي كله صح. فصاحب اول نظريه علميه، كل دول كانوا اراء فكريه او فلسفيه، اول واحد اتكلم نظريه علميه كان دالتون. بقى حط لك نظريه علميه، نظريه كامله، كامله متكامله.
اتكلم عن ايه؟ قال ايه دالتون، او نموذج دالتون بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول لي فعلا المواد بتتكون من حاجات صغيره، بس الحاجات دي اسمها اتوم، ذرات، وخد كلمه اتوم عشان يحيي تاريخ ديمقراطس اول واحد اتكلم عن الموضوع. وقال ان فعلا المواد بتتكون من ذرات، واصلا المواد دي عباره عن عناصر، يعني اي ماده في الكون عباره عن عنصر او عنصرين بيديك مركب. فانا يا اما المواد في الكون تكون عناصر لوحدها او مركبات. طب لو كانت عناصر هلاقي ان ذرات العناصر الواحده شبه بعضها، ذرات الحديد شبه بعضها، ذرات النحاس شبه بعضها. بس ذرات الحديد ما هي شبه ذرات النحاس، كل عنصر مختلف عن التاني في الذره وفي الكتله. قال تمام. طب والمركبات؟ يقول لي المركب صيغته ثابته، يعني مثلا الميه تتكون من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، مهما كانت الطريقه اللي هتحضر بها الميه هتتكون من نفس الاسلوب، نسبتين، نسبه الهيدروجين 2 لواحد. سماه قانون النسب الثابته. يعني ايه؟ يعني مهما كانت الطريقه اللي هتحضر بيها الماده هيديك نفس الصيغه او نفس الجزيء، بس مش فارق معايا الاسلوب اللي انت جبته بيه، ده حاجه ثابته، المركب صيغته ثابته مهما كانت الطريقه اللي هتحضره بيها. فجه العلماء اللي بعد كده ما كدبوش كلام دالتون حتى الآن، يعني بويل قال كلمة عنصر، دالتون كمل عليه. جه بعد كده تومسون، وهنا تومسون ساب الموضوع بقى الذرة والجو ده ودخل في حتة تانية، كان بيدور على حاجة تانية. كان بيقول ايه؟ بيقول لي انا قاعد في مكان ولقيت ان في سلك كهرباء مكشوف، ما بنقول عليه عريان يعني. ليه انا ما اتكهربتش وهو مكشوف ومتوصل كهرباء؟ اهو ممكن يعمل شرارة بس انا ما اتكهربش. يقول لي طب عادي مش هتتكهرب. اقول لك طب ماشي، لو انت قاعد تحت الميه وفي سلك مكشوف نزل في الميه، الله يرحمك على طول، الله يرحمك، ما فيهاش هزار. طب اشمعنى الهواء ما بيكهربش والماء بتكهرب، مع ان المفروض الهواء وسط والماء وسط؟ يقول لك اصل الهواء عازل. تومسون بقى مسك في الكلمه دي، يعني ايه الهواء عازل؟ قال له الغازات عازله للكهرباء. قال له لا اثبت. قال خلاص، انا هجيب انبوبه، سماها انبوبه التفريغ اهي، واقفلها كده بمحبس، وهم جاي موصلها بقطب سالب وقطب موجب اهو، وحاطط هنا ايه، لمبه عشان اعرف انت هتوصل تيار ولا لا، سالب والموجب. وهو موصل التيار لا فعلا اللمبه ما بتنورش. قال له مش قلت لك عازل؟ قال لا برضه مش هسكت. طب هتعمل ايه؟ قال طب الهواء اللي جوه ده عازل اه، طب ما نقلل الضغط. قال له ده الضغط ازاي؟ قال فاكيوم، هسحب هواء. لما سحب الهواء قل الضغط اللي جوه الانبوبه. طب لما قل الضغط لقى ان اللمبه بتنور، يبقى لما قلل الضغط حصل اضاءه. هنا الباس، يبقى الهواء عازل طول ما هو في الضغط العادي، اول ما بيقل الضغط بتاعه بيوصل للتيار. قال اه طب حلو. يسكت؟ قال لا، هزود بطارية وكمان بطارية وكمان بطارية. وفضل يزود في فرق الجهد، يزود فرق الجهد، مش عارف هو عايز يوصل ليه. بس لقى في الاخر بعد ما زود الزيادات دي كلها لحد ما وصل ل 10000 فولت، رقم ضخم. يعني الكهرباء اللي في البيت 230، ده 10000. لاحظ ان في نور كده مضيء حوالين القطب الموجب. قعد يعمل التجربه مره واثنين وثلاثه بيديله نفس النتيجه. اللي عند قطب الموجب بيحصل زي ايه؟ زي اضاءه خفيفه كده، لمبه كده، او في شرار بيحصل عند قطب الموجب. قال لي ده بعد دراسات طويله، قال لي يبقى ده شعاع طالع من السالب وهو رايح للموجب اصطدم بالجدران فنور. قال حلو، ايه هو الشعاع ده؟ قال لك سماها اشعه المهبط. ليه؟ لان هي جايه من المهبط. طب دي عبارة عن إيه؟ قال لك بدل جاي من السالب يبقى أشعة سالب. صح، وسماها إلكترون. طب الإلكترون ده موجود في التجربة دي بس؟ يقول لك لا. ما هو فكر، قال ممكن يكون ده مثلا بسبب التجربة اللي أنا عملتها. طب نغير الغاز اللي موجود جوه، هات أكسجين نفس النتيجة، هات هيدروجين نفس النتيجة. طب أغير المعدن اللي أنا عامل منه الموجب والسالب، لا نفس النتيجة. قال لي يبقى خلاص إذا الأشعة ده أهي مش ملهاش، يعني النتيجة دي بتثبت إن دي ملهاش علاقة بالمادة نفسها، ده لها علاقة بأي مادة في الكون. يعني الأشعة دي موجودة في كل الحاجات اللي في الكون، يبقى دي موجودة داخل الذرة وسماها إلكترون. وقال شوية خواص عنها إنها بتمشي في خطوط مستقيمة، لها شحنة، لها كتلة،
شحنتها سالبة، بتتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي، وسماها إلكترونات. يبقى ده أول واحد اتكلم عن الشحنة داخل الذرة. دالتون كان بون الذرة عبارة عن إيه؟ كرة مصمتة ملساء، صبع كورة زي البلية كده. أما دال تومسون قال له لأ، ده هي عبارة عن كرة مصمتة بس موجبة الشحنة، ومغروس فيها كده، مطمور بداخلها كده حاجات سالبة سماها إلكترون، بحيث إن يكون عدد السالب بيساوي عدد الموجب، فتكون الذرة متعادلة. يبقى أول واحد اتكلم عن شحنة الذرة هو تومسون، وقال إنها متعادلة لأن الشحنة الموجبة بتساوي الشحنة السالبة للإلكترونات. لحد هنا الكلام لذيذ وحلو، لحد ما جه رذرفورد. رذرفورد في تجربته اعتمد على علماء. كان في سؤال جه في الامتحان وبيقول لي مثلا رذرفورد اعتمد على مين في الأشعة أو في الإشعاع؟ جايجر. بحيث إن جايجر أصلا هو اللي عمل عداد جايجر اللي هو بتاع الإشعاع. هو اعتمد على عالمين، جايجر ومرسيديان، اللي عمل التجربة دي. هو كان بيعمل التجربة إيه؟ العلماء في عادتهم لما حد يقول فكرة أو يقول نظرية لازم واحد يجي بعد كده اللي هو إيه؟ هنثبت صحتها أو خطأها. فبيعمل لها تجربة عملية يثبت الكلام النظري على تجربة عملية. فقالوا هم بيقولوا إن الذرة مصمتة، إذا هي مادة صبة، يعني صب زي الجدار كده. هل ينفع نعدي من الجدار؟ لا، نفس الفكرة، الإشعاع مش عارف أعدي منها لأنها مصمتة. فقال خلاص إحنا هنجيب إيه؟ هنجيب كده لوح معدني وهبطنه بمادة الزد ان اس كبريتيد الخرسيم. اشمعنى؟ اصل اكتشفنا ان المادة ديت لما بتنزل عليها اشعة الفا بتنور، وانا هنزل دلوقتي اشعة الفا. وقام جايب صندوق من الرصاص عشان ده مادة عازلة للإشعاع زي ما انت خدته قبل كده، وعمل فيه فتحة كده صغيرة على قد الفتحة دي، قد المصدر اهو، مثلا جايب مثلا عنصر مشع بيطلع أشعة الفا، وعمل الفتحة دي بحيث انا اعرف الإشعاع بيطلع في انهي اتجاه، انا محدد له المكان يطلع منه بس. فلقى ان الإشعاع ظهر هنا كده وعمل وميض هنا، مشى في خط مستقيم وعمل وميض في الحتة دي كده. قال تمام، بكمل التجربة بقى. كده انا حددت الإشعاع لما بيمشي في خط مستقيم هينور الجزء ده. طب لو انا سمعت كلامهم وجبت شريحة رقيقة من الذهب، المفروض طبقا لكلام دالتون وتومسون الذرة مصمتة فالإشعاع هيرتد ومفيش حاجة تنور ورا. لا، لأن معظم الإشعاع عدى عادي خالص، وجزء صغير كده جه من اليمين والشمال، وجزء أصغر قوي جه فوق كده. بعد دراسات طويلة قال إن إيه؟ قال لأ، ده معناه إن أنا كان عندي ذرة كبيرة كده. لا استنى، أنا أعملها بشكل حلو. عندي ذرة كبيرة كده. قال له حلو، الذرة دي أنا لما جيت أعمل فيها إشعاع بالشكل ده نغير اللون. لقينا إن إيه؟ إن هنا الإشعاع بيعدي، ده معناه إن الذرة دي معظمها فراغ أهو. معظم الأشعة عدت عادي خالص أهو. قال لا، بس ده عكس الكلام اللي كان بيقوله دالتون. طب ده تفسير ليه معظم الأشعة عدت، لأن الذرة كده معناها معظمها فراغ. طب ليه في جزء انحرف يمين وشمال؟ قال لك ده معناه ان الشعاع لما جه يمشي كده وجوه حاجه في النص شحنتها نفس شحنه الشعاع، وده اشعه الفا يعني اشعه موجبه، الفا موجبه. يبقى ده معناه ان في جسم موجود في نص النواه، في نص الذره، موجب الشحنه. عشان كده حصل تنافر لما الشعاع عدى من جنبها وهو موجب وهي موجب، تنافر سنه كده. قال تمام، سماه ايه؟ النواه. طب ليه في شعاع ارتد؟ قال لك ما هو ده معناه ان في الشعاع ده لما يجي يمشي كده اصطدم بالنواة فارتد. طب ليه ارتد؟ يبقى ده معناه ان النواة دي كتلتها كبيرة قوي، اكبر من ان الشعاع يزقها، فاصطدمت بيه فرجع تاني، هو اكبر منها في النواة اكبر منه في الكتلة فارتد ورجع تاني. يبقى ليه معظم الاشعة مرت معظم الاشعة ظهرت، ده معناه ان معظم الذرة فراغ. ليه بعض الاشعة انحرفت، ده معناه ان موجود جسم جوه الذرة موجب الشحنة فحصل تنافر. طب ليه ارتدت؟ الجسم اللي جوه الذرة ده
كتلته كبيرة فعمل ارتداد للشعاع وسموا الجسم ده النواة، ومن هنا اكتشفوا النواة. بس رذرفورد جه عند بعد لما اكتشف النواة قالوا له طب والالكترون؟ قال والله انا هكتفي زي ما قال تومسون ان موجود الكترونات حوالين في جوه الذرة بس متوزعين كده عشوائي، ما اتكلمش في الموضوع. فبور قال له لا الكلام بتاعك حلو ووحش. حلو في نقطة إن معظم الذرة فراغ وموجود نواة وموجود إلكترونات بتدور حواليها في قوى جذب طرد ومركزي، 9 فروض دول منهم 3 من رذرفورد. هو كل اللي ضاف عنهم إيه؟ جاب جهاز اسمه المطياف. ده الفصل الثاني على فكرة. المطياف ده جهاز إن شاء الله لما تخش الكلية عامل زي الأسطوانة كده، وحاطين هنا عدسة ميكروسكوب، وهنا مش عارف مراية ومش منشور خروطي، وهنا مصدر للضوء. الضوء بيعدي كده تبص عليه من عينك كده يجمع الضوء. المهم المطياف ده عمل ايه؟ بور استسهل، ما راحش درس كل حاجة، راح على أصغر حاجة ممكن تلاقيها اللي هي ايه؟ الهيدروجين. قال لك الهيدروجين ده عبارة عن ذرة ما فيهاش غير إلكترون واحد، فأنا هدرس الإلكترون ده بيتصرف ازاي داخل الذرة. فلما بص لقى ان المفروض، لما بص على الضوء اللي جاي لما سخن خد الهيدروجين سخنه لقى طالع منه ضوء. اولا قعد يبص يقول لك هو مش ضوء إيه الاشعاع اللي طالع من الهيدروجين ده؟ ده غاز. هو ليه طلع اشعاع؟ بعد دراسات طويله قال لك يبقى ده معناه ان انا عندي نواه، والنواه ده حواليها الكترونات موجوده في مستويات طاقه محدده، مش عشوائي، لا محدده بس مسافه مش كده. يعني ادي النواه، ادي المستوى الاول، الثاني، الثالث، الرابع قريب كده، والخامس قريب خالص. وكل ما ببعد عن النواة المستويات بتقرب من بعض. سادس، سابع، عندي 7 مستويات. يبقى هو بعد دراساته للإشعاع اللي طالع من ذرة الهيدروجين لقى إن في جزء مضيء، 3 أشعة وأربع أشعة مضيئة، خطوط مضيئة كده، عشان كده سمى الطفل خط، والباقي كله مظلم. قال لك طب حلو، يبقى ده معناه إن عندي مستويات محددة للطاقة، 7 مستويات الإلكترونات بتتوزع داخله، واداهم الرقم من 1 لحد 7. أو رموز كي ال ام ان او بي كيو. قال دي المستويات الطاقة اللي عندك، والإلكترون بتوزع ما بينهم. قال إن قال إن يبقى عندي مستويات الطاقة الرئيسية كي ال ام ان او بي كيو، ودي الإلكترون بتوزع فيها. طب قال له ماشي، طب الإلكترون بيتوزع إزاي؟ قال لك الإلكترون بيميل إن هو يكون قريب من النواة، أقل طاقة. كل ما ببعد طاقة المستوى بتزيد لأن ببعد عن النواة أوي. قال هو بيميل يكون في المستويات الأقل. طب ليه حصل إشعاع؟ قال اصل أنا مثلا عندي ذره زي الهيدروجين فيها الكترون واحد هنا كده، لما انت اديته طاقه هو مش هيقعد ساكت، خد الطاقه هيوديها فين؟ هيمتص الطاقه هيديها للالكترون. فالالكترون لما خد طاقه، يقول لك الالكترون لو خد طاقه تكفي ان هو يطلع من مستوى لمستوى هيطلع. يعني ايه؟ يعني لو كان فرق الطاقه من المستوى الاول والثاني 10 الكترون فولت، ده مستوى الطاقه 10 و2 بالظبط تقريبا، فانت لو اديتنا 10 وواحد من 10 مش هيتحرك، 10 و19 من 100 مش هيتحرك. الإلكترون مش هيطلع من المستوى ده اهو يروح للمستوى اللي بعده غير لما ياخد الطاقة بتاعته بالظبط، زي ما تركب في الميكروباص كده. الميكروباص لو ما كملش الراجل مش هيتحرك، إن شاء الله لو ناقص نفر، لو ناقص جنيه مش هيتحرك. انت عايزني اتحرك اديني اجرتي كامله. ده الالكترون بيقول نفس الكلام، عايز اتنقل من المستوى ده واروح المستوى ده اديني الطاقه بتاعتي كامله. لو اديتها لي ناقصه 1 من 10 هاخد الطاقه وافضل واقف مكاني مش هتحرك. يبقى هو عشان اتنين من المستوى الاول للمستوى التاني عايز طاقه بالظبط تساوي الفرق ما بين طاقه المستويين. طب خد الطاقه، يقوم عامل قفزه كامله، يطلع بقفزه واحده، ما يبقاش هنا وبعد كده يتحرك، لا، يطلع من الاول يروح على التاني على طول. فيطلع يروح على التاني ويقف هنا كده.
بس في الحالة دي بقى مسار، لأن ده مش مكاني، أنا إلكترون المستوى الأول، إيه اللي جابني التاني؟ يبقى أنا مسار. الذرة في حالة الإثارة مش مستقرة، فتميل إن هي تفقد طاقة وترجع لحالة الاستقرار، فيقوم نازل تاني. هو نازل رايح للأول، يقول لك الله، اللي كان مطلعك التاني إيه؟ إن أنا خدت طاقة. طب هتنزل لي الأول إزاي وأنت معاك طاقة؟ طلع الطاقة دي. فيطلع الطاقة على هيئة إشعاع. وهنا بور دخل مصطلح جديد سماه الكم، وقال ان هو بيطلع كما من الطاقه، كما يعني شويه، او كوانتم برضه يعني شويه شويه طاقه، او فوتون. يبقى الالكترون بينزل من المستوى اللي طلع ليه النصارى، يطلع ينزل المستوى الاصلي بتاعه ويديك فرق الطاقه اللي خده. الطاقه اللي خدها بتطلع منه تاني على هيئه فوتون، هو ده الاشعاع اللي بيطلع منه. يبقى ده تفسير بتاع بور للطيف الخط بتاع الهيدروجين، ان الهيدروجين الالكترون اللي فيه حصل له اثاره، فطلع لمستويات اعلى، وبعد كده بدأ ينزل من المستوى بتاعه، وعشان كده طلع الضوء اللي احنا شفناه ده. فبيطلع الضوء على هيئه فوتونات. فالعلماء قالوا كلامك حلو قوي 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 قوي، بس انت نسيت حاجه، او مش قادر تقول لنا حاجه. قال له ايه؟ قال له انت بتتكلم عن هيدروجين، حلو، طب خد ليثيوم. لا معرفش. هيليوم. مع العلم في سؤال بيجي في الامتحان يقول لك نظرية بور يمكن تطبيقها على ايه؟ هيليوم موجب واحد، ولا هيدروجين موجب، ولا هيدروجين سالب، ولا ليثيوم موجب؟ اقول له في الحالة دي ده. ازاي؟ اقول لك ان النظرية بتاعت بور هي نظرية بتتم على ايه؟ على ذرة تحتوي الكترون واحد. فانا كل اللي يهمني يكون ذرة فيها الكترون واحد. هنا الهيدروجين موجب، الهيدروجين كان فيه الكترون واحد، بقى موجب يعني فقده، ما عندوش ولا الكترون، زيرو. هيليوم سالب كان عنده الكترون مكتسب واحد، بقى عنده اتنين. موجب، ليثيوم ده اصلا ثلاثي، ثلاث ذرات، ثلاث الكترونات، ففقد واحد، بقى عنده اتنين برضه. هيليوم اتنين موجب، ايون موجب واحد يعني فقد الكترون، بقى عنده الكترون واحد، يبقى ده اللي صح. يبقى لما يجي سؤال زي ده كده، هو كل اللي بيتكلم بيقول لك ان نظريه بور تطبق على الذره التي تحتوي على الكترون واحد. كانت هيدروجين ماشي، كانت ايون هيليوم ماشي، كانت ايون ليثيوم موجب اتنين ماشي، المهم يكون في الاخر فيها الكترون واحد. قال جميل. يبقى هو ما قدرش يفسر غير الهيدروجين، ده فسر حاجات تانية ما قدرش. بيتكلم عن الالكترون بكلام زعل الناس بتوع النظريه الحديثه. هم جم قال لك ايه الغلط اللي عدلوه؟ النظريه الكميه الحديثه، او النظريه الموجيه الحديثه، او النظريه الحديثه لتفسير الذره، ايا كان الاسم، كان لها اراء مختلفه. اول واحد كان مبدأ عدم اليقين لهايزنبرج. بيقول ايه؟ بيقول ما ينفعش تقول لي ان انا اقدر احدد مكان الالكترون وسرعته في نفس اللحظه. يعني ايه؟ يعني هو كان في الهيدروجين بيقول لك اه موجود في المستوى الاول، موجود في المستوى الثاني، وبيتحرك بسرعه كذا. ما تقدرش كده. شبهها بانها ريش المروحه. انت ممكن تكتب على ريش المروحه واحد واثنين وثلاثه، حلو. طب لما تشتغل المروحه، هل هتقدر تحدد لي مكان واحد او اثنين وثلاثه؟ لا طبعا، لان بتتحرك بسرعه عاليه قوي. فهنا نفس الكلام اللي هو هيزنبرج، الالكترون بيتحرك بسرعه عاليه قوي وحجمه صغير جدا. فانا يا اما هاخد صوره ليه فاعرفك مكانه، يا اما احسب لك سرعته، اما الاثنين مع بعض مستحيل. يبقى عدم اليقين لهايزنبرج، كلهم علماء يهود. تاني مبدأ اللي هو ايه؟ الطبيعه المزدوجه. ان نظريات كمان حديثه اتكلمت عن الموضوع ده، وتاخدوها في الفيزياء السنه الجايه. مين اللي اتكلم عن الطبيعه المزدوجه؟ دي براولي، وبيجي في الاختيار. دي براولي قال لك لا، كل المواد اللي موجوده في الكون لها طبيعتين، ماده وشحنه، تتصرف بالطريقتين، مره كانها ماده، مره كانها شحن. يعني ايه؟ ده لو بتتحرك، انا دلوقتي لو قاعد مكاني ماليش شحن، ماليش طاقه.
واحد يقول لي طب لو اتحركت ليك اشعاع، يعني ليك موجة مصاحبة لحركتك. يعني ايه؟ يقول لك انت لما تتحرك الحركة بتاعتك بتولد موجة لها طيف او لها اشعاع، بس مش مرئي، ممكن نحسه بالاشعه تحت الحمراء. يقول لي ده ماشي. طب دي براولي قال لك الطبيعه المزدوجه، اما انت يا عم بور كل اللي اتكلمته ان الالكترون جسيم سالب الشحنه بس، ما قلتش ليه خواص موجيه. يبقى انت غلطت في ده. تالت واحد وده الكبير بقى، صاحب النظريه الموجيه الحديثه، وده اللي هيكمل معانا بقيه الباب. صاحب النظريه الموجيه الحديثه شرودنجر. وشرودنجر اتكلم في نقطة تانية خالص، بيقول ايه؟ بيقول انت افترضت يا بور ان الالكترون مستحيل يتواجد ما بين المستويات الرئيسية، وده غلط، احنا تلاقينا كده غلط. وقلت ان هو موجود بس في المستويات الرئيسية، وده غلط. امال إيه يا عم شرودنجر؟ قال لك لا، بعد ما درست الذرة اكتشفت ان انا عندي ذرة اهي، او نواة اهي، وحواليها الكترونات. اه. كل دي الكترونات؟ لا، دي مش كلها الكترونات، اعتبرها بيوت او اوض. قال لا لا، ايه النقط دي؟ يقول لك النقط دي هي احتماليه تواجد الالكترون حوالين النواه، هو ممكن يكون موجود في اي نقطه من النقط دي. يعني النقط دي الاماكن اللي ممكن يكون موجود فيها. سماها ايه؟ السحابه الالكترونيه. الجميل. طب ايه النقطه يعني حاسس ان في نقطه كده ايه غامقه شويه اهي. ايه الخط الغامق ده؟ قال لك الخط الغامق ده برضو من ضمن السحابه الالكترونيه، بس ده منطقه محتمل يتواجد فيها الالكترون بنسبه عاليه قوي قوي، سماه الاوربيتال. طب وضحها لي ازاي؟ يقول لك ماشي. عمرو ليه ثلاث اصدقاء، محمد واحمد وعلي. كل ما ابو عمرو يسأل عنه يلاقيه مره عند محمد، مره عند احمد، مره عند علي. يجي يسأل يلاقيه عند علي، يسأل يلاقيه عند علي، يسأل يلاقيه عند علي. قال لك طب ماشي. طب لو ابو عمرو عايز عمرو هيسأل هيرن على مين؟ على محمد ولا احمد ولا علي؟ قال لك هيرن على علي. اشمعنى؟ انا كل ما ارن على علي الاقي عمرو عنده. يعني لو عمرو بيخرج بره البيت 8 مرات 6 منهم عند علي، يبقى انا مغمض كده اكبر احتماليه لتواجد عمرو هيكون عند علي، ارن على علي الاول. دي نفس الحكايه، الالكترون ممكن يكون موجود في اي حته حوالين النواه، بس الحته اللي بنلاقيه في دايما موجود فيها هو الاوربيتال. يبقى الاوربيتال ده المنطقه اللي محتمل يتواجد فيها الالكترون بنسبه عاليه قوي. شرودنجر ما اكتفاش عند كده، ده راجل صاحب نظريه. قال ان ايه، عمل معادله، ويكفيكوا شر المعادله بتاعته لما تاخدها في الكليه. وقولي له رمز كده، اصل كان يهودي فعمل رمز شبه علامه ايه الشمعه اليهوديه كده. ده الرمز بتاع ده ثابت شرودنجر، ده علامه اليهود دي. لما عمل المعادله بتاعته طلع عنده رقم كده 2 0 0 نص. لما حل المعادله عمل معادله طويله، بعد ما حلها طلع له الارقام دي. قعد يتنح قدامها كده، ايه دي؟ مش فاهم. بعد دراسات طويلة، الناس دي بتدرس سنين في الحاجة، قال لك لا، دي اسمها أعداد الكم، ما هي اسمها نظرية الكم، وده أعداد طبعا نظرية الكم، فسموها إيه؟ أعداد الكم. إحنا قلنا أي حاجة في النظرية بتاعت الكم بنحط فيها كلمة كم. كمات من الطاقة، نظرية الكم، النظرية الكمية، أعداد الكم، كل الحاجات دي بنقول عليها كم. طب يعني إيه الأعداد دي أو ترمز ليه؟ قال لك خدها معايا واحدة واحدة. أول عدد
وده بنسميه عدد الكم الرئيسي، أول واحد، ورمزوا له برمز الN الجميل. طب بيعبر عن ايه عدد الكم الرئيسي؟ قال لك احنا الاربع ارقام دول هم دول البطاقه بتاعت عنوان الالكترون. انا عايز اعرف الالكترون فين، هعرفه عن طريق دي. زي مثلا عمرو بيته فين؟ عمرو في مدينه تيمي، قريه كفر لمير، الشارع الكبير، محل بالدور الثاني. او مثلا كفر لمير، الشارع الكبير، تاني بيت، الدور الثاني. كده انت عرفت مكاني. احنا نفس الحكايه بنتكلم عن الالكترون في انهي مستوى. حلو. بعرف الاول هو في انهي مستوى رئيسي، يبقى الكم، عدد الكم الرئيسي بيعبر عن مستويات الطاقه الرئيسيه. انت في انهي مستوى طاقه رئيسي؟ مستوى طاقه رئيسي. طب مستويات الطاقه الرئيسيه دي مش احنا قلنا بتبدا من 1 لحد 7؟ اه، يبقى الN من 1 لحد 7. يبقى ولا فيها صفر ولا فيها سالب ولا فيها نص، ارقام صحيحه من 1 ل7. ان كي ال ام ان او بي كيو اللي هو 1 2 3 4 5 7. يبقى اعداد الكم الرئيسيه اللي هي الN بتعبر عن مستوى الطاقه الرئيسي من 1 ل7. يبقى انا اول ما اشوفه بعرف خلاص الالكترون ده في انهي مستوى رئيسي. طب تاني عدد، سموا عدد الكم الثانوي، وده بيعبر عن، ده له رمز L. ماشي ماشي، يروح بقى. عدد الكم الثانوي ده بيعبر عن مستويات الطاقه الثانويه. اللي هي ايه مستوى الطاقه الثانويه؟ هنا كانت الاضافه بتاعت بور بتاعت شرودنجر. قال لك لا، ده بور كان بيقول انا عندي مستويات طاقه رئيسيه. بعد دراسات طويله لقينا اصلا في مستويات جوه مستويات الطاقه الرئيسيه. ازاي يا عم؟ قال لك اهو، هو المفروض عندك مستوى اول، تاني، تالت، رابع. حلو. لما جينا نبص لقينا في مستوى صغير كده فوق الاول، ومستويين فوق التاني، وثلاث مستويات فوق التالت، واربع مستويات فوق الرابع. قال لا، ايه المستويات دي؟ قال لك دي المستويات الحقيقيه. يعني ايه المستويات الحقيقيه؟ يعني دي اساسا اللي بيتوزع فيها الالكترونات. سماها مستويات الطاقه الفرعيه. يبقى عدد الكم الثانوي بيعبر عن مستوى الطاقه ده الرئيسي، لا ده بيعبر عن مستوى الفرعي. طب اسمهم ايه المستويات الفرعيه دي؟ قال لك اسم المستويات الفرعيه دي S والبي والدي والاف. بحيث ان ال بتاعت الاس بصفر، والال بتاعت البي بواحد، والدي باتنين، والاف بتلاته. يبقى انا ما عنديش غير 4 مستويات فرعيه. بس مثلا في المستوى الاول عندي كم مستوى فرعي؟ واحد. يبقى في كل مستوى رئيسي عندي عدد من المستويات الفرعيه تساوي عدد. ده الاول يبقى في مستوى واحد بس، ده الثاني في اثنين، الثالث في ثلاثه، الرابع في اربعه. طب الخامس؟ خامس سادس سابع ما لهمش قانون، بياخدوا الرقم اللي موجود في الرابع وخلاص. يبقى الشرح بتاعنا كله للرابع. الخامس والسادس والسابع خد الرقم بتاع الرابع. يعني خامس في أربعة، السادس في أربعة، السابع في أربعة. يقول لي حلو. يبقى انت عندك اس وبي والدي والاف اللي هي مستويات الطاقه الفرعيه، وارمز لها بالرمز ال بعد الكم الثانوي. يبقى هنا صفر، يبقى المستوى الفرعي اس. يبقى انا في 2 اس، يبقى الاثنين بتعبر عن مستوى الطاقه الرئيسي، والال بتعبر عن مستوى الطاقه الثانوي. طب ايه هو الرقم الثالث ده؟ قال لك العدد الثالث ده هو عدد الكم المغناطيسي. انت عرفت هو في انهي مستوى رئيسي؟ حلو. وعرفت جوه المستوى الرئيسي لقيت فيه كذا مستوى فرعي، هو في انهي واحد فيهم؟ تمام. طب خشيت جوه المستوى الفرعي بقى، خلاص لقيت الالكترون؟ لا، لقينا المستوى الفرعي بيتكون فيه اوربيتالات. صح، لان قلنا المستوى الفرعي او المسحبه الالكترونيه عباره عن ايه؟ اوربيتال. طب انا عندي اوربيتالات اللي هيعبر عنها مين؟ المستوى المكمل، عدد الكم المغناطيسي. يبقى الايه اللي بتاخد ارقام من صفر لحد الثلاثه. عدد الكم المغناطيسي سموه ML. طب عدد الكم المغناطيسي بيعبر عن ايه؟ عن مستويات الطاقه الفرعيه، عن الاوربيتالات اللي جوه مستويات الطاقه الفرعيه. عند المستوى اس في اوربيتال واحد وشكله كوره، يبقى عند كروي.
البي فيها 3 اوربيتالات، وشكلهم عامل شبه الكمثرى كده. كمثرى. شو، واحد باخد الكترون واحد باخد الكترون فوق بعض كده. الدي فيها 5. الاف فيها 7. يبقى فيهم عدد من الاوربيتالات فرعي. يبقى انا عندي اس فيها اوربيتال واحد، يبقى ده هياخد ام ال بكام؟ بصفر. لان قانون الام ال بيساوي ايه؟ من سالب ال مرورا بالصفر لحد ما اوصل لل. فلو اساسا ال بصفر يبقى الام ال هنا بصفر. طب ال لو بواحد يبقى ده سالب واحد وصفر وواحد. ال باتنين يبقى اوربيتال بسالب اتنين، سالب واحد صفر واحد اتنين. ده بتلاتة يبقى سالب تلاتة سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة. يبقى عدد الكم المغناطيسي الام ال بيعبر عن مستعان الاوربيتال اللي عندك. من الرقم بتعرف بحيث من سالب واحد لحد الصفر. يبقى انا عرفت هو في انهي اوربيتال. يبقى ناقصنا ايه؟ هعرف بقى دخلت جوه الاوربيتال قال لك لا اصل الاوربيتال نفسه بيحتوي على 2 الكترون. الكترون اتجاهه لفوق والكترون اتجاهه لتحت، انت عايز انهي واحد؟ وهنا بيجي دور عدد الكم الاخير اللي هو عدد الكم المغزلي، ويرمز له بالام اس، وبياخد ارقام. لو اتجاهه لفوق يبقى موجب نص، لو اتجاهه لتحت يبقى سالب نص. يبقى كده لو شفت اي 4 اعداد كم هقدر اعرف الالكترون ده في انهي مستوى رئيسي، طب في انهي مستوى فرعي داخل المستوى الرئيسي، طب في انهي اوربيتال داخل المستوى الفرعي، طب شكله ايه، اتجاهه لفوق ولا اتجاهه لتحت. يبقى دي اهميه اعداد الكم الاربعه. وبكده اكون خلصنا اعداد الكم الاربعه. لسنا بس اللي هم القوانين بتاعه هوند او توزيع الالكترونات، هنكملها مع بعض ان شاء الله.